احد انديه الدوري القطري تفاوض الاهلي لضم اشرف داري. دخلت احد الانديه الدوري القطري في مفاوضات جاده مع النادي الاهلي من اجل التعاقد مع المغربي اشرف داري مدافع الفريق الاحمر خلال فتره الانتقالات الصيفيه الجاريه. ويرتبط داري بالرحيل عن النادي الاهلي في ظل حديث بعض التقارير الصحفيه عن رغبه انديه سعوديه وقطريه في الحصول على خدمات اللاعب المغربي. وقالت صحيفه الرايه القطريه ان احد انديه الدوري القطري قدم عرضا للنادي الاهلي من اجل ضم اشرف داري في الصيف الجاري، ولم يتم الكشف عن هويه النادي القطري الذي يريد التعاقد مع داري بحسب ما افادت الصحيفه القطريه الموثوق. وتاتي رغبه النادي القطري في ضم داري وسط اهتمام سعودي بالحصول على خدمات اللاعب المغربي مقابل 2 مليون دولار. ويمتلك داري عقدا مع النادي الاهلي حتى يونيو 2028، وانضم داري الى النادي الاهلي مطلع الموسم الماضي قادما من نادي ستاد بريست الفرنسي. وعمر اشرف داري 25 عام، لعب مع النادي الاهلي 19 مباراه في مختلف البطولات والمسابقات خلال موسمه الاول ولم يسجل او يصنع اي هدف. رايك، هل يستمر اشرف داري مع النادي الاهلي او يرحل؟ ما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.